ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. النهارده هنعمل مع بعض صينيه سردين او زي ما بتقولوه عندكم. إيه، انا مش عارفه كل مكان واكيد له مسمى تاني. احنا عندنا بنقول عليه السردين ده. إيه، حلو قوي، خفيف جدا. عايزه اقول لكم ان هو كمان بيحتاج وانتي بتنضفيه تعامليه معامله خاصه، لان هو بيتهري بسهوله. وما تنزليش ميه كتير عليه علشان ما يتهريش كده ويتقطع منك. تحاولي ان انتي يا دوب تطلعي بطنه بالراحه خالص كده في التنظيف، وتفتحي الميه عليه شويه، تعصري ليمون، ولو هتغسليه بشويه دقيق او بشويه ملح. مش عايز اكتر من كده علشان ما يتهريش منك. فانت لما تيجي تنضفيه تحاولي ان انت تنضفيه بالراحه خالص بصبعك كده. تسحبي بطنه لفوق من عند الخياشيم كده وتشيليها، وبيبقى بالشكل ده. وعصرة ليمون، مش اكتر من كده. ما تقليش كتير في نظافته علشان ما يتهريش منك. هاتي الكبة، هاتي الخلاط، هاتي حتى لو الهون عندك. وتعالى اما نقولك احنا هنعمل مع بعض ايه. هنعمل خلطة حلوة قوي وبسيطة جدا، عبارة عن فلفل احمر، فلفل اخضر الموجود عندك طبعا. انا حطيت فلفل احمر وفلفل اخضر، وحطيت مثلا 7 فصوص توم كده ولا حاجة. وهحط بقى بقية البهارات معانا. كمان هحط طماطمايه، بس انت لو هتدقيه في الهون بتاعك او كده بلاش تدقي طماطم علشان ربنا يسترها ما تطرطش في عينك او كده. فلو الطماطم هتحطيها تبقي تقطعيها في الهون. وهعصر معاكم ليمونتين. طبعا السمك والحاجات دي بتعوز ليمون كتير، فانا هعصر كمان ليمونتين يكونوا حلوين كده. اشيل البذر طبعا علشان ايه ما يمررش. وطبعا طالما في سمك يبقى لازم كمون. فانا حطيت نص معلقه كمون ونص معلقه كزبره. وهحاول بقى ان انا كده خلاص هضربهم او دقيهم زي ما انت عايزه بقى. انا ضربتهم ونعمتهم كويس جدا. حطيت الملح والبابريكا والبهارات بتاعه السمك. من كل حاجه نص معلقه كبيره، يعني لو جيتي تحطي معلقه من الصغيره هتعادل معلقه من الصغيره. كده خلاص الخلطة انا ركنتها على جنب، وعملت بصل شرايح وفلفل احمر شرايح وطماطمية صغيرة قطعتها مكعبات صغيرة كده. وبدأت ان انا هاخد شوية من الخلطة اللي انا عاملاها وهدعكهم فيها. طبعا وانتي في بيتك تلبسي بقى جلافس، تلبسي اللي انت عايزة تلبسيه وبراحتك خالص. انا بدأت ان انا اقلبهم كده وهدعكهم برضو دعكتين كده علشان كل حاجة تندمج مع بعضها ويبقى نفسها تحفة. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام علشان ناخد الثواب مع بعض. وما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي بالقناه وتفعلي الجرس علشان اي حاجه بنزلها توصل لك بامر الله. انا هنا كنت بدات اقلبهم علشان كل حاجه تندمج مع بعض كده. اي حاجه عندك، اي صينيه موجوده عندك، وتبداي ان انت تنزلي بالخلطه اللي انت عملتيها وترصي السردين عادي خالص. عايزه تحشي السردين من جوه من الدقه اللي انت عملتيها طبعا يبقى تحفه. عايزه تحطي الدقه فوقها، شوفي اللي يريحك بقى انت واعمليه. وممكن تقطعي كمان بطاطس، طماطم، بس انا هكتفي المره دي بالحاجات البسيطه دي، مش عايزه ازود اكتر من كده. لو عندك كزبره خضراء طبعا بتغير الطعم، بتخليه تحفه. لو مش موجود خلاص، بس هي بتخلي الطعم جميل جدا. فانا حطيت كمان شويه، وحطيت زيت على الوش. وهبدأ بقى ان انا ادخلها الفرن على نار هاديه شويه. وهنا قعدت اسهل اكله ممكن تخلص على طول، لان ما بياخدش سوا كتير خالص. هنا خلاص كنت خرجتها من الفرن وما كانتش ناشفه من تحت، عشان يعني ايه تعرفي تاكليها ما تنشفيهاش قوي علشان اللحم بتاعها ما يبقاش ناشف خالص. وبتطلع بكل سهوله تحفه. سلام عليكم.